السلام عليكم يا جماعة الخير. اليوم القصة غريبة جدا وتخلي الواحد يراجع حساباته 1000 مرة. إذا قلبك قوي اسمع وركز معي، لأن الأحداث سريعة وصادمة وتفوق توقعات كل البشر. بطل قصتنا اسمه سالم، رجال طيب في أواخر الثلاثينات، شغال حارس أمن في مستودعات قديمة ومقطوعة عن العمران. رجال هادي وفي حالة وما عنده أي مشاكل مع أحد أبدا. المستودعات هذه لها سنين طويلة معجورة تقريبا، وما يجيها إلا سيارات قليلة تحمل بضايع وتروح. وسالم متعود على الهدوء والروتين الممل طول فترة الدوام المسائي كل يوم بدون تغيير. لكن بيوم من الأيام انقلبت حياة سالم فوق حدر وتغيرت تماما. الساعة 2 بالليل سمع صوت سيارة توقف عند البوابة الرئيسية الحديدية المصدية بشكل مفاجئ جدا ويثير الشك والخوف. طلع سالم من غرفته الصغيرة يشوف مين اللي جاي في هالوقت المتأخر. لقى سيارة فخمة جدا ومظللة بالكامل. نزل منها رجال لابس بشت أسود وملامحه قاسية وحادة ومخيفة حيل. استغرب سالم وقال: يا خوي المكان مسكر وما في أحد الحين، تفضل وش بغيت؟ رد عليه الرجال بصوت خشن ومبحوح وكأنه طالع من بير عميق ومظلم، وقال: افتح الباب. سالم رفض وقال: ممنوع يا ابن الحلال، هذه تعليمات الإدارة وما أقدر أخالفها أبدا. الرجال طالع فيه بنظرة مرعبة وطلع رزمة فلوس رماها من فوق الشبك الحديدي وقال: افتح. الفلوس كانت كثيرة جدا وسالم محتاج، لكنه أمين ويخاف ربه. تراجع خطوتين ورا وقال: خذ فلوسك وتوكل على الله، ماني فاتح الباب، لو تعطيني وزنك ذهب خالص يا غريب. فجأة الرجال الغريب التفت ومشى لسيارته، فتح الشنطة وطلع منها صندوق خشبي كبير وثقيل، حطه عند البوابة وقال: أمانة خلى عندك للصبح، وبرجع آخذه منك بكرة الصباح الباكر أكيد. ركب سيارته ومشى بسرعة جنونية واختفى في ظلام الليل الدامس. وسالم واقف مكانه مصدوم يطالع الصندوق الخشبي الغريب والفلوس المرمية على الأرض قدامه، وهو محتار وخايف جدا من الموقف. مرت ساعات الليل ثقيلة ومخيفة، وكل شوي سالم يسمع صوت خدش وطقطقة خفيفة تطلع من الصندوق الخشبي. يتعوذ من إبليس ويقول: أكيد يتهيأ لي من التعب والتوتر والسهر الطويل. الفضول بدأ يذبح سالم، قرب من الصندوق يبي يشوف وش داخله، لكن الصندوق كان مقفل بقفل حديد ضخم وقديم. حط أذنه على الخشب وانصدم لما سمع صوت أنفاس بشرية. فز قلبه ورجع لورا وطاح على الأرض وهو يرتجف من الخوف. قال في نفسه: مستحيل يكون داخل الصندوق إنسان، معقول الرجال خاطف أحد وجابه عندي ورطني في هذه المصيبة؟ جاب حديدة كبيرة وحاول يكسر القفل بكل قوته وهو يسمي بالرحمن، وبعد عدة محاولات قوية انكسر القفل وطاح على الأرض. وفتح سالم غطاء الصندوق الخشبي ببطء شديد وحذر تام. المنظر اللي شافه خلاه يتجمد مكانه. لقى شاب في العشرينات مربوط ومكمم، لكن الغريب والمفزع إن شعر الشاب كان أبيض بالكامل كأنه شايب عمره 90 سنة، وعيونه مليانة رعب. فك سالم الرباط عن الشاب بسرعة وعطاه موية يشرب. الشاب كان يرتجف ويبكي بحرقة ويقول: أنقذني يا عم، هذا الرجال مو من البشر، هذا شيطان رجيم في صورة إنسان. هداه سالم ودخل الغرفة وقفل الباب عليهم زين، وقال له: اذكر الله يا ولدي وعلمني وش قصتك، ومن هو هالرجال اللي رماك عندي بنص الليل المظلم، وش يبغى منك؟ الشاب واسمه طلال بدأ يسولف والدموع في عيونه.
قال: أنا طالب جامعي عايش مع أمي المريضة لحالنا في بيت شعبي بسيط، ووضعي المادي صعب جدا وتعبان حيل في دنيتي. قبل شهرين جاني اتصال من شخص مجهول يعرض علي وظيفة براتب خيالي في شركة استيراد وتصدير. فرحت ورحت المقابلة في مكتب فخم جدا في وسط المدينة الكبيرة والمزدحمة بالناس. قابلت نفس الرجال اللي جابني لك، كان اسمه أبو ذياب. رحب فيني وقال: وظيفتك سهلة، بس تستلم شحنات بالليل وتخزنها في مستودعاتنا السرية، وتاخذ عمولتك كاش فوراً وبدون تأخير. وافقت بدون تفكير، لأن أمي تحتاج عملية غالية جدا. وبدأت الشغل معهم. كانت الشحنات عبارة عن صناديق خشبية تشبه الصندوق اللي أنا كنت محبوس فيه قبل شوي عندك هنا. كنت أستلم الصناديق وأنزلها في قبو تحت الأرض في مزرعة بعيدة، وما عمري فكرت أفتحها أو أسأل وش داخلها. أهم شيء عندي أستلم فلوسي وأعالج أمي المسكينة المريضة بسرعة. إلين جاء يوم شلت فيه صندوق كان ثقيل حيل وطاح مني وانكسر طرفه. طالعت من الفتحة ويا ليتني ما طالعت. شفت شيء طير عقلي من راسي وخوفني من الموت. شفت داخل الصندوق جثة رجال ملفوفة بقماش أبيض، لكن الجثة ما كانت متحللة، كانت كأنها نايمة ووجهها يلمع بطريقة غريبة، وما فيها أي ريحة بشعة أبدا، وهذا شيء عجيب. ركضت للمكتب أبي أواجه أبو ذياب وأقول له أني بنسحب من الشغل، لكني سمعته يتكلم بالتليفون ويقول: جهزوا الدفعة الجديدة من الأجساد الطاهرة للطقوس الليلة قبل الفجر، ضروري جدا. عرفت وقتها أني طحت في شبكة سحرة مشعوذين يسرقون جثث معينة عشان أعمالهم الشيطانية السوداء. حاولت أهرب، لكن حراسة مسكوني وضربوني ضرب مبرح إلين فقدت الوعي تماما وطحت بالأرض. صحيت لقيت نفسي مربوط في غرفة مظلمة، وأبو ذياب واقف فوقي ويقرأ طلاسم غريبة بصوت عالي ومخيف، وكل كلمة يقولها أحس بنار تحرق جسمي كله من الداخل بقوة شديدة. من قوة الرعب والألم اللي شفته في ذيك الليلة الملعونة، شعري كله صار أبيض في ساعات قليلة، كأني عشت 100 سنة من العذاب والقهر والظلم في هذا المكان المرعب. بعدين حطوني في الصندوق وقالوا: بنخليك عبرات لغيرك، ورموني عندك هنا عشان يختبرونك إذا تفتح الصندوق أو لا، ولو ما فتحته كنت بموت مخنوق داخل هذا التابوت الضيق جدا. سالم انصدم من القصة وما صدق اللي يسمعه، لكن شكل الشاب وشعره الأبيض يثبت كلامه. وقبل لا ينطق سالم بحرف واحد، انطفأت أنوار المستودع كله بشكل مفاجئ ومخيف جدا. سالم حس ببرودة شديدة تسري في عروقه بعد ما انطفت الأنوار فجأة، وصار المكان ظلام دامس يخرع القلب. وقال لي طلال: خلك وراي ولا تتحرك قيد أنملة مهما صار ومهما سمعت. طلع سالم كشافه الصغير من جيبه وشغله يرجف وهو يوجه النور على باب الغرفة الحديدي اللي بدأ يطق بقوة، كأن في شخص ضخم يبي يكسره ويدخل عليهم بالقوة المرعبة جدا. طلال يصارخ ويبكي يقول: هذا هو أبو ذياب، رجع ياخذني عشان يكمل طقوسه الشيطانية الملعونة. تكفى يا عم سالم، لا تخليه ياخذني، والله يذبحني ويخليني قربان للشياطين في مزرعتها البعيدة. سالم سحب بندقيته القديمة المرخصة اللي مخبيها تحت سريره وجهزها، وقال: يا ولدي، الموت واحد والرب واحد، ولا عاش من يروع ضيف يحتمى فيني. خلنا نشوف من اللي برا الحين. الضرب على الباب وقف فجأة، وصار هدوء تام يقتل الأعصاب. هدوء ما تسمع فيه إلا صوت أنفاسهم السريعة ونبضات قلوبهم اللي تدق مثل الطبول من شدة الخوف والترقب القاتل جدا. فجأة سمعوا صوت ضحكة خبيثة ترن بالمكان.
ضحكة مرة تخترق الجدران وتجمد الدم بالعروق. وبعدها تكلم نفس الصوت الخشن، قال: يا سالم، افتح الباب ولا تجيب أجل الرجال بيدك الليلة. رد سالم بصوت عالي وثابت وقال له: اخسأ يا ملعون، ما عندي لك إلا رصاصة تفجر راسك وتريح الناس من شرك وأعمالك السوداء. اقلب وجهك وفارق من هذا المكان فورا. أبو ذياب ضحك باستهزاء وقال: براحتك يا حارس الأمن، لكن تحمل اللي يجيك. التفت سالم من شباك الغرفة الصغير وشاف منظر خلاه يفقد توازنه ويطيح على ركبتيه من هول الصدمة القوية. الساحة الخارجية للمستودع صارت مليانة بشخصيات غريبة، لابسين عبايات سودة، وجوههم مغطاة، وماسكين مشاعل نار تضوي المكان بشكل مرعب، كأنهم طالعين من باطن الأرض في يوم القيامة الموعود حقا لنا. طلال طل من الشباك وشافهم وانهار تماما. صار يضرب راسه بالجدار ويقول: انتهينا خلاص، هذه طائفة عبدة الشياطين الملعونة تجمعوا كلهم عشان يقتلوننا وياخذون جثثنا الملعونة للمزرعة في الظلام القاتم. سالم مسك طلال بقوة وهزه وقال: أصحى يا رجال، خلي إيمانك بالله قوي، مستحيل أخليهم يلمسون شعرة منك وأنا أتنفس. اتصل على الشرطة بسرعة وبلغهم عن موقعنا والمصيبة هذه الآن. طلال طلع جواله، لكن الصدمة إنه ما في أي شبكة إرسال أبداً، كأن المكان معزول عن العالم الخارجي تماماً بواسطة سحر أسود قوي جداً يمنع أي تواصل مع الناس نهائياً. بدأ أفراد الطائفة يقربون من غرفة الحراسة بخطوات بطيئة ومنظمة، وهم يرددون طلاسم بلغة غريبة ومخيفة، وكل خطوة يخطونها تحس الأرض ترتجف تحتهم بقوة عجيبة ترعب أقوى رجال الأرض فعلا. أبو ذياب كان يمشي قدامهم وماسك بيده سيف قديم يلمع مع نور المشاعل. وقف قدام الباب ورفع السيف وقال: آخر فرصة يا سالم، سلمني الشاب ولا بمسحك من الوجود تماما. سالم ما تردد ثانية، وجه البندقية على الشباك وأطلق رصاصة قوية بالهواء عشان يخوفهم. صوت الرصاصة دوى بالمكان بشكل مرعب، لكن المفاجأة إنه ولا واحد منهم تحرك أو خاف أبدا. ابتسم أبو ذياب ابتسامة صفراء وقال: ما ينفع السلاح مع خدام العالم السفلي يا جاهل، الحين بتشوف الموت بعيونك. أعطى إشارة لأتباعه وبدأوا يكسرون الشباك الحديدي بكل قوة وهمجية مرعبة. سالم أطلق رصاصة ثانية، وهالمرة صابت واحد من الملثمين، لكن الصدمة الكبرى إن الرجال طاح على الأرض ثواني ورجع وقف على حيله، كأن الرصاصة ما اخترقت جسمه ولا أثرت فيه. جنون سالم وقال لطلال: هذول مو بشر، دوري شياطين تمشي على الأرض، لازم نلقى طريقة نهرب من هنا. الباب مكسور والشباك بيدخلون منه الحين، وين نروح يا طلال؟ المسكين طلال تذكر شيء مهم وقال: يا عم سالم، المستودع القديم اللي ورا الغرفة فيه باب سري تحت الأرض يؤدي لمجاري تصريف السيول المعجورة، يمكن نقدر نهرب منه للشارع الرئيسي فوراً. سالم كسر قفل باب المستودع الخلفي بالفاس ودخلوا بسرعة وسط ظلام دامس وأغراض قديمة متراكمة، كراتين وأخشاب تسد الطريق، وهم يركضون ويسمعون صوت تكسير الغرفة وراهم واقتحامها بقوة شرسة جدا. لقوا الباب السري اللي بالأرض، كان ثقيل ومصدي. تعاونوا عليه وشالوه بطلوع الروح ونزلوا في سلم حديدي متآكل تحت الأرض، والريحة كانت تخنق وتجيب المرض، بس ما عندهم خيار ثاني. مشوا بنفق التصريف الطويل والمظلم، والموية الوسخة توصل لركبهم، وأصوات الجرذان حولهم مرعبة. فجأة سمعوا صوت صدى خطوات جاية من فوق السلم اللي نزلوا منه.
عرفوا إنهم انكشفوا تماما. بسرعة أبو ذياب كان يصرخ في النفق ويقول: بتدفعون ثمن هروبكم غالي جدا، ما راح تطلعون من هنا أحياء. طلال كان يبكي من الخوف، وسالم يسحبه ويقول: أسرع يا ولدي الغالي. شافوا نور خفيف بنهاية النفق، كان هذا هو المخرج للشارع العام. زادت سرعتهم، لكن تعثر طلال وطاح بالموية الوسخة، وانجرحت رجله جرح عميق. صار ينزف بغزارة وما يقدر يمشي بسرعة. شاله سالم على كتفه رغم ثقله وكبر سنه، وكمل ركض للمخرج. وصلوا للفتحة الحديدية اللي تطل على الشارع. حاول سالم يرفعها، لكنها كانت مقفلة بقفل ضخم من برا بإحكام شديد. انحشروا في النفق، والظلام من وراهم ينور بمشاعل طائفة. أبو ذياب اللي قاعدين يقربون أكثر وأكثر، والموت صار أقرب لهم من حبل الوريد. وسالم يحاول يكسر القفل بدون أي فايدة. وصل أبو ذياب عندهم ووقف يضحك ضحكة مجنونة وقال: نهاية مطافكم هنا في المجاري المظلمة هذه، نهايتكم الطبيعية تليق فيكم يا حثالة البشر. استسلموا أحسن لكم، ولنا في الحال المريع. رفع أبو ذياب سيفه يبي يضرب سالم، لكن في هاللحظة الحاسمة صار شيء ما يخطر على بال بشر الأرض. انشقت من تحتهم وطلع منها نور ساطع أعمى عيونهم كلهم فجأة. تزنزلت الأرض بقوة، وطاح أبو ذياب وأتباعه بالمياه الوسخة. النور الساطع كان طالع من شخص غريب ظهر من العدم، لابس ثياب بيضة ناصعة، ووجهه يشع نور عجيب ومريح للأعصاب جدا. الشخص الغريب مد يده لسالم وطلال وقال بصوت هادي يطمن القلوب الخايفة: لا تخافون يا عيالي، أنا جيت أخلصكم من شر الظالمين. تعالوا معي بسرعة قبل لا ينتهي وقت الحرج. الرجال صاحب الثوب الأبيض رفع يده وضرب القفل الحديدي الضخم بعصا صغيرة كانت معه، وانكسر القفل فورا كأنه بسكوت، وطاح بالشارع. وانفتح الغطاء بقوة عجيبة أذهلت سالم وطلال في وقتها. سحبهم الرجال بقوة وسرعة خيالية من النفق المظلم وطلعهم للشارع العام. وهناك كانت سيارة قديمة لكنها تشتغل وتنتظرهم. ركبوا بسرعة وهم يلهثون من التعب والخوف الشديد اللي عاشوه قبل لحظات. أبو ذياب حاول يلحقهم ويطلع من الفتحة، لكن النور الساطع عماه وخليه يصرخ بأعلى صوته من الألم والقهر، وهو يسب ويلعن ويتوعد بأنه بيجيبهم لو كانوا في سابع أرض فعلا. انطلقت السيارة بسرعة مجنونة تقطع شوارع المدينة الخالية في هذا الوقت المتأخر من الليل المظلم. وسالم يطالع الرجال الأبيض باستغراب ويسأل نفسه: من هذا الشخص؟ وكيف عرف مكاننا بهذه الدقة؟ طلال كان ينزف ومغمى عليه بالمرتبة الخلفية من شدة الخوف ونزيف رجله العميق. التفت الرجال الأبيض لسالم وقال له: لا تخاف عليه، هذا الشاب محفوظ بدعاء أمه الصالحة في بيتها. سأله سالم بصوت يرتجف: يا ابن الحلال تكفى طمني، من أنت وكيف شقيت الأرض وطلعت لنا فجأة؟ وكيف عرفت اسم الشاب وقصة أمه المريضة؟ وهل أنت من الإنس أو الجن؟ ابتسم الرجال وقال: أنا عبد من عباد الله الصالحين، اسمي منصور، وكنت أراقب إصابة أبو ذياب من سنين طويلة، وحاول أكشف سرهم العظيم وأمنعهم من تدمير البشرية بأعمالهم الشيطانية الخطيرة. هذه الطائفة يا سالم مو مجرد سحرة عاديين، هذول يبحثون عن جثث أشخاص بصفات نادرة جدا عشان يستخدمونها في طقوس تفتح بوابات الجحيم وتجلب شياطين قوية جدا تدمر عالمنا بالكامل. طلال مسكين طاح في فخهم لأن دمه يحمل صفات نادرة كانوا يحتاجونها لإكمال تعويذة سحرية معقدة جدا، ولو شربوا من دمه الليلة كانت الكارثة الكبرى حلت على الجميع بدون استثناء. وقفت السيارة فجأة عند بيت طين قديم جدا ومتهالك في أطراف الصحراء القاحلة. نزل منصور وشال طلال وطلب من سالم يلحقه بسرعة قبل لا يطلع الفجر وينكشف أمرهم للإصابة المجرمة. دخلوا البيت اللي كان من الداخل عبارة عن مكتبة ضخمة
مليانة كتب قديمة ومخطوطات أثرية، ريحتها بخور وعنبر. حط منصور الشاب على سرير خشب وبدأ يقرأ عليه آيات الرقية الشرعية. سالم كان يطالع المكان ومذهول من كمية الكتب الغريبة. سأل منصور: يا شيخ وش نسوي الحين؟ أبو ذياب ما راح يسكت وبيدور علينا في كل مكان حتى يذبحنا ويشرب دمنا. رد منصور وهو يعقم جرح طلال بأعشاب طبيعية غريبة لونها أخضر داكن. قال: الحين لازم نكتشف مكان المزرعة السرية اللي يخبون فيها الجثث الطاهرة. لازم نحرق المكان وندمر السحر فوراً. طلال فتح عيونه بصعوبة وهو يتألم من رجله وقال: أنا أذكر طريق المزرعة زين، لأنهم أخذوني لها وأنا واعي قبل لا يخدروني ويحبسوني في هذاك التابوت الخشبي اللعين والمخيف جدا. فرح منصور وقال: هذه بشرى خير يا ولدي، إذا عرفنا المكان بنقدر نوقفهم، لكن الخطر كبير والمزرعة مليانة حراس وشياطين من العالم السفلي يحرسون الأجساد المحنطة والمحفوظة في القبو المظلم. سالم مسك بندقيته بقوة وعيونه تقدح نار وقال: أنا رجال عشت وحيد وما عندي شيء أخسر بروحي، ودمي أفديكم وأفدي هذه الأرواح البريئة اللي يبون يستغلونها في كفرهم وشرهم العظيم. منصور طلع صندوق صغير من تحت المكتبة وفتحه، وكان داخله خناجر قديمة منقوش عليها آيات قرآنية وأدعية مباركة. وزعها عليهم وقال: هذه أسلحتكم الوحيدة ضد سحرهم الأسود وخدامهم من الجن. أخذ سالم خنجر وحس بحرارة عجيبة تسري في يده، وكأن الخنجر حي ينبض بالطاقة، وقال: يا سبحان الله العظيم، وش هذه الخناجر العجيبة اللي تعطي طاقة وقوة للي يمسكها بيده؟ طلال رسم خريطة سريعة للمزرعة على ورقة قديمة، ووضح مكان البوابة السرية ومكان الكبو اللي شاف فيه الجثث، وقال: هذا هو الطريق الوحيد اللي يدخلنا بدون ما يحسون فينا الحراس. اتفقوا يتحركون بكرة بالليل، لأن الطقوس تبلغ ذروتها وقت اكتمال القمر، ولازم يوقفون التعويذة قبل استدعاء الشيطان الأكبر، وتصير مصيبة عظيمة جدا وتدمر كل شيء حولنا بشكل مرعب وبدون توقف. بينما هم يخططون ويرتبون أغراضهم، سمعوا صوت خطام إبل يقرب من بيت الطين، وخطوات ثقيلة تدوس على الرمل الجاف برا، كأن في جيش كامل قاعد يحاصر المكان من كل الجهات. منصور طفى السراج بسرعة وطلب منهم يسكتون تماما وما يتنفسون بصوت عالي. راح للشباك الصغير يبي يشوف وش قاعد يصير برا، وتفاجأ بمنظر خلاه يتصبب عرق من الخوف والقلق الشديد. مجموعة ضخمة من كلاب سودة عيونها حمرة تشع في الظلام محيطة بالبيت بالكامل، وتطلع أصوات زمجرة مرعبة كأنها شياطين متشكلة في هيئة حيوانات جاية تنتقم وتنهش لحمهم وعظمهم في لحظات. أبو ذياب كان واقف ورا الكلاب يضحك ضحكته الخبيثة المعتادة ويقول بصوت عالي: تظنون أنكم هربتوا مني يا مجانين؟ أنا سيدي إبليس يدلني عليكم حتى لو تخبيتوا في بطن الحوت. عرفوا أن المواجهة صارت حتمية وما في مجال للهرب مرة ثانية. سالم جهز سلاحه، ومنصور مسك خنجره وبدأ يقرأ أوراد بصوت خافت جدا، وطلال ماسك العصا ويرتجف من قوة الموقف. الكلاب بدأت تهاجم البيت بكل شراسة، تكسر الأبواب والنوافذ وتدخل عليهم مثل السيل الجارف. سالم أطلق النار وقتل 2 منهم، لكن الباقين كانوا ينقزون بمسافات خيالية ومرعبة جدا لا تصدق. كلب ضخم أسود نط على سالم وعضه في كتفه عضة قوية خلت الدم يتناثر بالمكان، وسالم يصرخ من الألم الشديد، ومنصور يضرب الكلب بالخنجر المنقوش ويفصل راسه عن جسمه فورا. طلال رغم إصابته تحرك بسرعة وضرب كلب ثاني بالعصا وكسر ظهره. المعركة صارت دموية وعنيفة جدا، والبيت الطيني بدأ يتهدم فوق رؤوسهم
بسبب قوة الهجوم الشيطاني الكاسح من كلاب الظلام. أبو ذياب دخل من الباب المكسور والسيف يلمع بيده ووجهه مليان حقد وغل. تقدم ناحية طلال يبي يقتله ويشرب من دمه عشان يكمل التعويذة الناقصة وتنجح خطته الملعونة والمخيفة أخيراً. لكن منصور وقف قدامه ورفع خنجره وقال له: تخسى وتعقب؟ يا خادم إبليس، الليلة نهايتك على يدي. وضربوا سيوفهم ببعض بقوة، هزت المكان وطلعت منها شرارة نارية أعمت العيون بلحفتها. الضربة كانت قوية جدا لدرجة أن الجدران تشققت وسقط سقف الغرفة جزئيا عليهم. أبو ذياب ضحك بصوت مرعب وقال: سيف الظلام أقوى من خنجرك يا منصور، استسلم للموت المحتوم الآن. منصور تراجع خطوة للخلف وهو يلهث من التعب، لكنه ما استسلم وبدأ يقرأ آيات الحفظ بصوت مسموع. هز أركان المكان وخلى كلاب الظلام تتراجع وتختفي في لمح البصر من أمامهم. أبو ذياب غضب بشدة ورفع سيفه بيضرب منصور ضربة قاضية، لكن سالم رغم نزيف كتفه الشديد قفز مثل الأسد وغرس خنجر على المنقوش في ظهر أبو ذياب بكل قوته وعزمه المتبقي. صرخ أبو ذياب صرخة مفزعة زلزلت الأرض، وطلعت من فمه رائحة كبريت خانقة جدا، والتفت لسالم وضربه بظهر يده، طيره على آخر الغرفة واصطدم بالجدار بقوة وسقط فاقد الوعي تماما. وقتها طلال شاف سالم طايح والدم يغطي وجهه، فز قلبه وسحب بندقية سالم من الأرض ووجهها على راس أبو ذياب، وأطلق النار بدون أي تردد عشان ينقذ حياة عمه سالم البطل. الرصاصة اخترقت كتف أبو ذياب اللي تراجع يترنح من شدة الألم والغضب، وانسحب بسرعة لظلام الصحراء وهو يتوعدهم بالموت البطيء والعذاب الأليم في المزرعة الملعونة إذا فكروا يقربون منها أبدا. ركض طلال ومنصور لسالم اللي كان يتنفس بصعوبة شديدة. شاله منصور وطلعوا من البيت الطيني المنهار قبل لا يسقط عليهم بالكامل، وركبوا سيارة منصور القديمة وانطلقوا يبتعدون عن المكان فورا. داخل السيارة كان طلال يبكي ويحاول يوقف نزيف سالم بقطعة قماش قطعها من ثوبه، ومنصور يسوق بسرعة جنونية وسط طريق صحراوي مظلم ومقطوع ما فيه أي نور ولا حس بشر. توقفوا عند كهف صغير مخفي بين الجبال الصخرية الوعرة. نزلوا سالم بصعوبة ودخلوه داخل الكهف عشان يرتاح، ومنصور طلع أعشاب طبية نادرة من جيبه وبدأ يعالج جروح سالم العميقة جدا. سالم فتح عيونه بتعب وقال: يا منصور، أنا بخير، لا تشغلون بالكم فيني، المهم نوقف الطقوس قبل لا تكتمل وتصير الكارثة. أنا مستعد أضحي بروحي عشان أمنع هذا الشر العظيم. منصور ابتسم وقال: والنعم فيك يا ذيب الرجال، لكن الوقت يداهمنا، لازم نتحرك للمزرعة الحين. القمر بدأ يكتمل، ولو انتظرنا أكثر بتنفتح بوابة العالم السفلي وما حد بيقدر يسدها بعدين أبدا. ركبوا السيارة مرة ثانية واتجهوا نحو المزرعة الملعونة اللي تقع في وادي مهجور بعيد جدا عن المدينة. الطريق كان مليء بالضباب الكثيف والأشجار الجافة اللي شكلها مثل أشباح مرعبة وتخوف. وصلوا قريب من أسوار المزرعة العالية، وقفوا السيارة بعيد عشان ما ينتبهون لهم الحراس، ونزلوا يمشون بحذر شديد بين الأشجار الكثيفة وهم يسمعون أصوات طبول غريبة ومرعبة تضرب بانتظام مستمر. الجو كان بارد جدا وريحة الموت تفوح بالمكان. طلال كان يرتجف من الخوف. كل ما قربوا أكثر من البوابة الحديدية الضخمة اللي كانت مفتوحة ومحروسة برجال ضخام لابسين ملابس سوداء. منصور طلع من جيبه بودرة بيضة غريبة وقرأ عليها كلمات غير مفهومة ونفخها باتجاه الحراس. فجأة الحراس طاحوا على الأرض مغمى عليهم كأنهم ميتين بدون أي صوت أو مقاومة تذكر. تسللوا داخل المزرعة
اللي كانت مليانة قبور محفورة حديثاً وصناديق خشبية تشبه اللي كان طلال محبوس فيه. الساحة الكبيرة كانت مضيئة بنيران مشتعلة في زواياها، وحولها ناس مجتمعين بشكل دائري. بالوسط كان في منصة حجرية عليها جثة ملفوفة بقماش أسود، وأبو ذياب واقف يقرأ من كتاب قديم، جلدته تبدو كأنها مصنوعة من جلد بشري مخيف، والدم ينزف من كتفه المصاب. سالم كان يطالع المنظر وهو مصدوم ومقهور. كيف في بشر يوصلون لهذا المستوى من الانحطاط والكفر؟ منصور همس لهم وقال: لازم نوصل للمنصة ونحرق الكتاب اللعين قبل يخلص قراءة التعويذة. طلال أشر بيده على مكان مظلم وقال: القبو السري اللي شفت فيه الجثث من هذاك الاتجاه، لو دخلناه بنلقى كمية هائلة من البنزين مخزنة هناك، نقدر نستخدمها عشان نحرق المزرعة. خطة مجنونة، بس هذا هو الحل الوحيد. تسللوا للقبو بحذر شديد، وفعلا لقوا براميل بنزين كثيرة، وبدأوا يسكبون البنزين في كل مكان حول القبو والممرات القريبة منه بدون أي صوت. فجأة سمعوا خطوات ثقيلة تنزل درج القبو. تخبوا ورا البراميل وشافوا مخلوق غريب ضخم جدا بعين واحدة حمراء وعضلات مخيفة. كان من حراس العالم السفلي، يشم المكان ويدور عن الدخلاء. قلوبهم وقفت من الرعب. المخلوق كان يشم ريحة البشر ويقرب من مكانهم ببطء. سالم جهز بندقيته، ومنصور مسك خنجره، وطلال كتم أنفاسه وهو يدعي ربه في سره ينجيهم من الموت. المخلوق وقف بالضبط قدام البرميل اللي متخبي وراه طلال، ورفع يده الضخمة يبي يزيح البرميل بقوة. لكن في هذه اللحظة سالم رمى حجرة صغيرة لجهة ثانية عشان يشتت انتباهه ويبعده. المخلوق التفت لمصدر الصوت وراح يركض يشوف وش السالفة. فرصة لا تعوض، استغلوها وطلعوا من القبو بسرعة، وتركوا خيط طويل مبلل بالبنزين يمتد للخارج عشان يشعلونه في الوقت الصح تماما. رجعوا قريب من الساحة، وأبو ذياب كان يصرخ بكلمات شيطانية، والسماء فجأة تلبدت بغيوم سودة كثيفة، والبرق يضرب في كل مكان، والرياح صارت قوية جدا تكاد تقتلع الأشجار من جذورها. منصور قال بصوت حازم: يا سالم، اشعل الخيط الحين، أنا بروح للمنصة أواجه أبو ذياب وأمنعه يكمل. طلال، خلك مع عمك سالم ولا تفارقه خطوة واحدة مهما صار قدامك فورا. انطلق منصور مثل السهم باتجاه المنصة، والناس المتفين حولها حاولوا يوقفونه، لكنه كان يضربهم بخنجرة، وكل من يلمسه الخنجر يطيح على الأرض ويحترق كأنه رماد منثور في الهواء الطلق والبارد. سالم ولع ولعته وقربها من خيط البنزين، لكن فجأة حس ببرودة قوية تمسك يده. التفت ولقى واحد من أتباع أبو ذياب ماسك يده بقوة، وعيونه بيضاء بالكامل بدون بؤبؤ أبدا. الرجل الغريب رمى سالم على الأرض بقوة وحاول يطفي الولاعة، لكن طلال تدخل بسرعة وضرب الرجل بعصا غليظة على رأسه، خلاه يدوخ ويفلت. سالم اللي استغل الفرصة وأشعل النار فورا. النار مشت بسرعة رهيبة في الخيط واتجهت للقبو السري، وخلال ثواني معدودة سمعوا دوي انفجار ضخم هز المزرعة كلها، وتطايرت ألسنة اللهب للسماء، وصار المكان كله عبارة عن جحيم مستعر. الانفجار العظيم زلزل الأرض تحت أقدامهم، وتطايرت أجزاء القبو المحترق بالسماء كأنها شهب نارية تسقط على رؤوس أفراد الطائفة الملعونة اللي بدأوا يركضون ويصرخون برعب شديد للنجاة من هذا الجحيم. أبو ذياب طاح من قوة الانفجار، وسقط الكتاب الملعون من يده وسط الساحة المشتعلة بالنيران. منصور استغل الفرصة وقفز باتجاه الكتاب يبي حطمه وينهي هذه الطقوس الشيطانية للأبد وبدون تراجع. لكن قبل يوصل منصور للكتاب طلعت يد سودة ضخمة من الشق اللي بالأرض ومسكت الكتاب بقوة مرعبة. كانت هذه بداية خروج الشيطان الأكبر
اللي استدعوه بالدم والطلاسم الملعونة في ليلتهم. سالم وطلال كانوا يطالعون المنظر وهم مذهولين من شدة الرعب. الشق كان يتوسع ويطلع منه دخان أسود كثيف يخنق الأنفاس، وأصوات صراخ مؤذبين ترج المكان وتخلي العقول تطير من مكانها. أبو ذياب وقف وهو يضحك بهستيريا وجنون ويصرخ: سيدي العظيم، وصل أخيراً ليدمر هذا العالم الضعيف. منصور تراجع خطوتين وهو يقرأ آيات الحفظ والتحصين بصوت عالي جداً يهز أركان المزرعة. طلع الشيطان نصف جسمه من الأرض. كان منظره بشع جداً، عيونه جمر مشتعل وقرونه تخترق السماء. صرخ صرخة خلت زجاج السيارات اللي برا ينكسر والأشجار القريبة تقتلع من جذورها القوية. سالم صرخ على طلال وقال: انسحب ورا الشجرة الكبيرة، الحين هذا الموقف أكبر منا ومن قدراتنا. طلال كان يبكي ويقول: يا عم سالم، كيف نترك منصور لحاله يواجه هذا الوحش؟ رد سالم وهو يعمر بندقيته برصاص جديد: مستحيل أخليه يواجه الموت لحاله، أنا نذرت روحي فداء للحق. التفت لطلال وركض باتجاه المنصة وهو يطلق النار على أتباع أبو ذياب المتبقين. الشيطان رفع يده الضخمة وضرب الأرض بقوة، طلعت منها أمواج من الطاقة السوداء، طيرت سالم بالهواء وطاح على ظهره بقسوة شديدة، وسقطت بندقيته بعيد عنه وهو يتوجع من قوة الضربة. منصور ما استسلم، رمى خنجره بكل قوته باتجاه عين الشيطان. الخنجر اخترق العين وتفجر منها سائل أسود حارق. صرخ الشيطان صرخة ألم مدوية وترك الكتاب يسقط منه على الأرض فورا. أبو ذياب انجن لما شاف سيده يتألم وركض يبي ياخذ الكتاب الملعون مرة ثانية، لكن طلال كان أسرع منه، قفز من مخبأه وسحب الكتاب من الأرض قبل يوصل له الساحر. صرخ أبو ذياب بصوت يرتجف: رجع الكتاب يا ولد، هذا مو لك، إذا ذمرته بنموت كلنا. في هذه اللحظة طلال طالع فيه بحقد وقال: الموت أشرف لي من العيش معكم. ركض طلال باتجاه النار المشتعلة في أطراف الساحة ورمى الكتاب الملعون وسط اللهب فورا. الكتاب بدأ يصرخ كأن فيه أرواح تتعذب، والنار تحولت للون الأخضر البشع وتطاير منها شرر كثيف. أبو ذياب سقط على ركبتيه وهو يبكي ويولول، جسده بدأ يتحلل ويذوب كأنه شمع يحترق. يصرخ ويطلب النجدة من سيده، لكن الشيطان كان يعاني من احتراق الكتاب وبدأ ينسحب للأرض. الشق اللي بالأرض بدأ يصغر ويقفل على الشيطان اللي كان يحاول يتشبث بأي شيء، لكن قوة الآيات واحتراق الطلاسم كانت أقوى منه بكثير، واختفى تماما في باطن الأرض للأبد. العظيم، السماء صفت فجأة والغيوم السوداء تلاشت، وظهر نور الفجر البارد يضيء المكان المحترق. أتباع أبو ذياب اللي بقوا أحياء هربوا للصحراء مثل الجرذان الخائفة، يختبئون من نور الصباح الجميل جدا. سالم كان مرمي على الأرض يتنفس بصعوبة شديدة. ركض له طلال ومنصور رفعوه بهدوء. سالم ابتسم رغم الألم وقال: الحمد لله اللي نصرنا عليهم ونجانا من شرهم ومكرهم العظيم اليوم. منصور طالع طلال نظرة فخر وقال: أنت شجاع يا ولدي، شجاعتك هذه هي اللي أنقذتنا من كارثة كانت بتهلك الأخضر واليابس وتدمر حياة ناس كثيرين ما لهم أي ذنب في القصة. طلال حضن سالم وبكى وهو يقول: أنت بمقام أبوي يا عم سالم، لولا وقفتك معي ما كنت بعيش لحظة واحدة بهذه الليلة المرعبة واللي ما راح أنساها طول عمري أبدا. سمعوا أصوات سيارات الشرطة والإسعاف تقترب من المزرعة. أكيد الانفجار القوي جلب الانتباه لكل السلطات بالمنطقة. منصور التفت لهم وقال: أنا لازم أروح الحين، مهمتي انتهت معكم في هذا المكان. سالم مسك يد منصور وقال: تكفى يا شيخ، خلنا نرد لك جميلك، أنت أنقذت أرواحنا من الموت المؤكد. منصور ابتسم وقال:
جميلي هو أنكم تتمسكون بإيمانكم ولا تضعفون أمام المغريات. اختفى منصور بين الأشجار مثل الخيال، ما كأنه كان موجود أصلاً. وصلت الشرطة والإسعاف للمكان وانصدموا من حجم الدمار والنار اللي تأكل كل شيء قدامها، والجثث المتفحمة في كل زاوية. المسعفين نقلوا سالم للمستشفى فوراً لأنه كان ينزف بشدة، وطلال ركب معه بسيارة الإسعاف وهو يمسك يده ولا يتركها. الضباط بدأوا يحققون في الموقع المليء بالطلاسم والأشياء الغريبة والمخيفة جدا. في المستشفى سالم دخل غرفة العمليات مباشرة، وطلال جلس بالانتظار يدعي له بالشفاء العاجل. مرت ساعات طويلة وثقيلة على قلب الشاب اللي ما نام ولا ذاق طعم الراحة من أيام. طلع الدكتور وعلامات التعب واضحة على وجهه. ركض له طلال يسألها عن حالة عمه سالم. ابتسم الدكتور وقال: تطمن المريض، تعدى مرحلة الخطر، وهو بطل لأنه تحمل إصابات قاتلة ومميتة. سجد طلال شكر لله بالصالة ودموع الفرح تنزل من عيونه. اتصل على أمه يطمنها عليه ويقول لها أنه بيجيب لها خبر يسعدها قريبا، وهي تبكي وتقول له: الله يحفظك يمه. الشرطة استدعت طلال للتحقيق وحكى لهم القصة بالتفصيل المريح والصادم في نفس الوقت. الضباط كانوا مذهولين من الحقائق اللي يسمعونها، وكيف أن عصابة أبو ذياب كانت متخفية كل هذه السنين. الأدلة الجنائية عثرت على بقايا الجثث في القبو المحترق، وتبين أنها تعود لأشخاص مفقودين من فترات طويلة جدا، والملف تم إغلاقه بنجاح. بعد الكشف عن هذه الجريمة البشعة والمنظمة جدا، وبعد أسبوع طلع سالم من المستشفى، وكان طلال ينتظره عند الباب بابتسامة كبيرة. تعانقوا مثل الأب وابنه، وقرروا يفتحون صفحة جديدة بعيدة عن كل هذه الأحداث المأساوية اللي غيرت حياتهم. رجعوا للبيت والحياة بدأت ترجع لطبيعتها، لكن الذكريات المرعبة مستحيل تمسح من عقولهم بسهولة، خاصة منظر الشاب اللي شعره أبيض بسبب الخوف الشديد، وكيف نجا من موت محقق بأعجوبة ربانية. مرت الأيام والشهور على ذيك الليلة المرعبة، وسالم استلم مكافأة كبيرة من الدولة على شجاعته، وطلال تبرع له فاعل خير بتكاليف عملية أمه ونجحت ولله الحمد. تخرج طلال من الجامعة وتوظف وظيفة حكومية زينة، وسالم تقاعد من الحراسة وفتح له بقالة صغيرة بالحارة، وصاروا مثل الأب وابنه يزورون بعض كل يوم. طلال صبغ شعره الأبيض باللون الأسود عشان ينسى الماضي المرعب ويعيش حياته طبيعي مثل باقي الشباب في عمره، وفعلا نسيوا تفاصيل الرعب اللي عاشوها بالتدريج. لكن يا جماعة الخير، الدنيا هذه مليانة أسرار ومفاجآت تخلي الحليم حيران، والشر ما ينتهي بيوم وليلة. مهما ظنينا أن قضينا عليه ودفناه تحت 7 أرض. بيوم ممطر وبارد كان طلال طالع من دوامه متأخر، وركب سيارته يبي يرجع البيت، لكنه لاحظ وجود صندوق خشبي صغير مغلف بقماش أسود محطوط على المرتبة. فز قلبه وتذكر الصندوق الملعون اللي انحبس فيه زمان. تلفت يمين ويسار بالشارع المظلم، ما لقى أي شخص غريب حوله، فسمى بالرحمن وفتح باب السيارة بحذر. مسك الصندوق الصغير وفتحه، ويدينه ترتجف من الخوف، ولقى داخله خاتم قديم جدا منقوش عليه نفس الطلاسم الشيطانية اللي كانت في مزرعة الرعب الملعونة إياها. وتحت الخاتم لقى ورقة صغيرة مطوية، فتحها وقرأ المكتوب فيها بدم أحمر قاني. العبارة تقول: البوابة ما تقفلت يا طلال، بس تأجلت، وموعدنا قريب جدا. حس طلال ببرودة الموت تسري في عروقه، وطاح الصندوق من يده. رفع نظره على المراية
وشاف انعكاس وجهه وانصدم صدمة عمره اللي خلته يصرخ بأعلى صوته. شعره اللي كان صابغه أسود رجع لونه أبيض بالكامل في ثواني معدودة، كأن الرعب اللي سكن قلبه رفض يتركه. وتأكد وقتها أن الكابوس ما انتهى أبدا. اتصل على سالم وهو يبكي ويقول: عمي سالم، رجعوا لنا. سالم رد عليه بصوت مرعوب وقال: يا ولدي، حتى أنا لقيت نفس الصندوق ببيتي. اجتمعوا الاثنين في بيت سالم وهم في حالة ذهول تام. عرفوا أن منصور اختفى، وإصابة بوذياب لها جذور ممتدة في كل مكان، ولازم يستعدون للأسوأ. يا أخوان، القصة هذه مو مجرد خيال أو فيلم رعب تشوفونه وتنامون. هذه حقيقة تصير في زوايا مظلمة من عالمنا لناس باعوا دينهم عشان الدنيا الفانية. السحر والشعوذة وطريق الحرام نهايته دمار وخراب لكل من يمشي فيه. والمغريات اللي تجيك على طبق من ذهب غالبا يكون ثمنها روحك ودينك في النهاية المحتومة. طلال كان ضحية طمع وحاجة مادية خليته يوافق على وظيفة مجهولة بدون ما يسأل عن مصدرها، وهذا فخ يطيح فيه شباب كثار اليوم للأسف الشديد. دايما حصنوا أنفسكم بذكر الله وقراءة القرآن والأذكار، لأن الشياطين من الإنس والجن موجودين بيننا، ينتظرون أي لحظة ضعف عشان يدمرون حياتنا وحياة من نحب. وسالم يمثل الشهم الأصيل اللي ما يتخلى عن المظلوم حتى لو كلفه هالشيء حياته. وهذه المعادن الطيبة هي اللي تخلي الدنيا بخير رغم كل الشرور المحيطة. أما منصور فهذا سر من أسرار الله في خلقه، جنود مجندة تحمي العباد من شرور ما يعلمون عنها. ولولا لطف الله وتدخله كان العالم في دمار. تخيلوا لو كملت الطقوس وانفتحت بوابة العالم السفلي، كيف بتصير حياتنا؟ هذا يخلينا نؤمن إيمان يقين إن الله حافظنا وراعينا في كل ثانية نعيشها بأمان. الحين طلال وسالم عايشين في حذر دائم، يترقبون اللحظة اللي يرجعون فيها عبدة الشياطين، وما يدرون متى وكيف بتكون المواجهة القادمة، وهل بينجون منها أو لا. ناموا وعين الله ما تنام، وخلوا إيمانكم قوي، ولا تغركم المظاهر الخداعة. الفلوس السهلة دايما وراها مصايب ما يعلم فيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه القصة أمانة نقلتها لكم مثل ما وصلتني من أصحابها، علشان تأخذون منها العبرة والعظة، وتنتبهون لأنفسكم ولعيالكم من رفقاء السوء وأصحاب الطرق الملتوية المظلمة. شاركوا المقطع والقصة مع اللي تحبونهم عشان تعم الفائدة والوعي بين الناس، لأن الجهل في هذه الأمور هو اللي يخلي الضحايا يكثرون يوما بعد يوم للأسف. وفي الختام أسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومن كيد السحرة والمشعوذين، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان في أوطاننا وبيوتنا دائما. ولا تنسون تدعمون القناة باللايك والاشتراك عشان نستمر في تقديم قصص واقعية فيها تشويق وفائدة لكم بإذن الله تعالى. نلقاكم في قصة مرعبة وجديدة قريبا، وتذكروا دائما أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الظلام مهما طال لازم يجي يوم وتشرق شمس الحقيقة وتكشف كل الأسرار المخبأة تحت التراب العميق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله ورعايته، يا أطيب وأغلى متابعين. ديروا بالكم على أنفسكم ولا تمشون بالظلام لحالكم، وتأكدوا دائما من أبوابكم قبل تنامون، لأن الشياطين ما تستأذن قبل تدخل.
حياكم الله وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء في قصة قادمة تقشعر منها الأبدان وتصدم العقول. خليكم قراب وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وحصري من قناتنا أول بأول فوراً. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله وحفظه.